معنا أحد المداخلات على الخط الهاتفي. نرحبوا بسيدة إيمان عمران. إيمان، أهلا بك في برنامج موطني. أهلا فيك خوي. سيدة إيمان، يا ريت ترفعي لي الصوت. إيمان، أنت كنت موظفة في السابق بالملحقية الثقافية الليبية بالسفارة الليبية بعمان طبعا. إيه صحيح. طيب، ماذا لديك حول موضوع الطلبة؟ ومعنا السيد عبد القادر الجالي الملحق الثقافي الحاضر معنا بالاستوديو. أولا نمسي عليكم جميعا بالخير. ثانيا سمعت ممكن أنا القطاع الأخير فقط من الحلقة، واللي هو أن الملحق الثقافي كان السابق ماهر دعوب أنه هو حول الحوالة لمصرف لبنان، وكانت السبب ان هم يستحوذوا عليها او حاجه زي هيك. الكلام غير صحيح، عاري عن الصحه تماما. سبب تحويل الحواله لمصرف لبنان انهم هم ما بعتوش اذونات الصرف السابقه اللي هي انا حولت لكم على الخاص، اللي هي بتقدر بقيمه 3,800,000، وممكن انكم تعرضوا السويفت متاعها. المشكله السويفت يا سيدة ايمان اللي بعتيه الصوره غير واضحه. نعم، السويفت اللي بعتيه باستثناء السويفت هذا الصوره متاعها غير واضحه. لا، هذه نصيحه على صفحتي الخاصه على الفيسبوك، يعني ما فيش حد اي شخص وصلت الصفحه ولا الصوره لاي شخص، يعني ما حدش يقول انه هو جابها ولا اي كلام زايد من الموضوع هذا. بس بالنسبه لتحويل الحواله الجديده لمصرف البركه، لانهم المستحقات السابقه ما تمش صرف للجامعات والمدارس والتامين، كانت بقيمة 3,800,000 وكسر. يعني ممكن العدد مش حافظاته بالضبط. أمتى تم تحويلها تقريبا سيدة إيمان؟ في شهر 4 الماضي. يعني عند تولي السيد عبد القادر الجالي هو رئاسة الملحقية الليبية بعمان، ولا؟ نعم. يعني في فترة يعني لما تولى السيد عبد القادر الجالي رئاسة الملحقية الليبية في عمان، في فترة ولا عبد القادر الجالي وناصر بوشيع، وكانت الحوالة في لبنان واستلموها هم وتم تحويلها لسفارة الأردن. طيب هنا في الحالة هذه السفارة الليبية بعمان والملحقية الثقافية بعمان اللي مسؤولة على الساحة اللبنانية والسورية والأردنية تتعامل مع بنك شمال أفريقيا، صح ولا يا أستاذ عبد القادر؟ نعم. تعامل مع بنك شمال أفريقيا. في لبنان شمال أفريقيا، لكن بالنسبة للأردن في بنك الاستثمار العربي. طيب، والسويفت هذا والحوالة هذه كانت للطلبة اللي في لبنان مش اللي في الأردن ولا؟ لا، هذه لطلبة الأردن تم تحويلها للبنان. تلقى في كلمة من الكلمات، ممكن أنتم مش مركزين على الكتيبة بالإنجليزي، حتلقى ستودنت جوردن. ما فيش كلام هذا، ما فيش. ذلك في واحدة ثانية. تفضل عبد القادر، السيد عبد القادر معنا عنده رد ليك، تفضل. يا سيدة إيمان، أنت تحكي على الربع الأول وتحكي على الربع الثاني؟ الربع الثاني نحكي عليه متاع مصرف البركة بروحها، ونحكي على اللي تم تحويلها لمصرف البركة وتم محاربة الموضوع هذا وإيقافها. يعني كان الموضوع زي لا نرحم ولا نخلي رحمة ربي تنزل. المفروض طالما ما يبوش الحوالة توصل كانوا جابوا بديل ليها، يعني بدل ما يوقفوا الحوالة وتم محاربة فلوس جايات بيتم صرفها للطلاب، كان الأولى أنهم يسعوا في موضوع أنه يوفروا الربع الثاني للطلاب. نبي نسألك سؤال واحد بس. أنت أولا معلش سامحيني، المفروض يتصل بينا مسؤول اللي هو كان قائم على التحويل، أو المسؤول السابق هو اللي يتصل بينا. هذه أولا. ثانيا، أنت تحكي على شنو؟ أنت تحكي على تحويل مبالغ لمصرف خاص وأشخاص غير مخولين بالتوقيع. شنو السبب؟ أعطيني السبب. واللي تم تحويلها للمصرف العام وين عدت؟ الجامعات وقفت قبول الطلاب، الجامعات ما عادش تبي تستقبل الطلاب ووقفتهم، واخر يوم للتسجيل الاثنين الجاي. انا اسمحي لي بنقطه سيده ايمان اسمحي لي بنقطه هنا بس. حل الاشكاليه. طيب احنا قاعدين معك، اسمحي لي بنقطه هنا. انت تحدثتي على الربع الاول والمبلغ ان سبب تحويله لبنك اخر اللي هو بنك البركه اللي في بيروت بسبب يعني تعسفي. انا تواصلت مع مصرف ليبيا المركزي الاخ عصام، وقال لي ان تم تجميد حساب السفاره من قبل ديوان المحاسبه بسبب عدم ارسال اذونات صرف
اللي يبعثوا فيها لإدارة البعثات، بالمفروض كل ربع يتم تحويله، يتم إرسال أذونات الصرف اللي تم صرفها على الطلاب. هذه الفلوس اللي جت المرة الماضية حوالي 5,700,000، كان فيها فائض حوالي 1,000,000 دينار فائض من غير. كيف يعني هي بنك ليبيا مصرف ليبيا المركزي يبعث في حوالات بالزايد، يعني مش كل طالب ورقمه وبداش مستحقاته؟ فروقات الربع الرابع للعام 2012 تم صرفها من حساب السفارة، فتم صرفها من وزارة التعليم وتم تحويلها لحساب السفارة. الفروقات تصير في كل ربع وهذه ما هيش جديدة. طيب خليك معي سيدة ايمان شوية. هل موجود انه يعني المصرف الليبي المركزي لما يحول في ربع يضيف يعني معاه شوية زيادة فروقات؟ لا اطلاقا توصل بالملايين؟ لا اطلاقا. لحظة بس السيدة ايمان خليك معي شوية. مصرف ليبيا المركزي لو يحود الالتزامات اللي قائمة يكون نحن ما دخلناش في المشاكل اللي احنا قاعدين فيها الان. طبعا اللي تحكي عليه السيدة هذه فعلا كان فيها مبلغ للتوضيح، كان فيه مبلغ من 5,700,000 كان يعني سلفة من حساب السفارة الليبية بعمان، عبارة عن سلفة وهي مرتبات دفعت للطلبة في وقت ما كانتش فيه يعني تفويضات واصلة. يعني هذه سلف للطلبة، هذه سلف للطلبة وصلت تقريبا 1,000,000 وشوية، 1,750,000. هذه يعني مستحقات للسفارة على الملحقية. يعني في حالة ما يكون ما فيش مبالغ في السفارة لتسديد التزامات الطلبة من مرتبات وغيرها، ويكون في فائض في السفارة، يتم الدفع من حساب السفارة للملحقية لتسديد هذه العجز استحقاقات. لما تجي المبالغ متاع الطلبة الملحقية الثقافية يتم استقطاع أو استرجاع هذا الدين، يعني عبارة عن دين فقط. ممكن هذا الرقم اللي هي تحكي عليه هذا هو اللي يشكل الفارق. بس هذا الرقم ما قلتليش عليه استاذ عبد القادر من بدايه الحلقه، قلت لي المبلغ مخصص 5,700,000 لكل الطلبه، ما قلتليش انه في سلفه. هذا وضحتها السيده ايمان توعد بالمدار. لا صحيح فيه. طيب معنا السيده ايمان من جديد. سيده ايمان، بالنسبة لقرار 56 حبيت ننوه. قبل ما تنوهي على القرار لو سمحتي لي سيدة إيمان، أنت أمتى تركتي الملحقية الثقافية بالسفارة؟ أمتى تركتي الشغل فيها؟ شهر 2 الماضي. شهر 2 السنة اللي فاتت. شهر 2 في الفترة هذيك السيد عبد القادر يتهم الملحقية بالعديد من الأمور يعني الإدارية، يعني يتهمها بالفساد بكل صراحة. ما سمعتش السؤال معلش ممكن تعرف. في الفترة الماضية قبل ما يتولى السيد عبد القادر الرجالي مهام الملحق الثقافي بالسفارة الليبية في عمان بداية من شهر ابريل اللي فات، يتهم يعني الملحق السابق واللي قبله بامور اداريه، العديد من الامور الاداريه، يعني يتهمهم بالفساد الاداري. من اي ناحيه فساد اداري؟ هو عفوا يا استاذ منير، هو مش بمعنى فساد، لكن انا نقول لك يعني الشيء اللي حصل في تحويل الاموال ومتابعتهم بعد اعفائهم من مهامهم. طيب سيدة ايمان، عندك استفسار ثاني للسيد عبد القادر او رد لما قدمنا قبل شويه؟ عليه خطا قرار 56. الخطا كان متوقع من 2014 شهر 2 العام ما قبل، مش العام هذا اللي قبله. فالقرار كان قرار ظالم، هو مش قرار ضم بالنسبه خاصه الطيران، ان وزاره التعليم رفضت ان تخلص الرسوم متاعها ونقلتهم لوزاره المواصلات، ووزاره المواصلات قالت اني ما وقعتش قرار، اللي وقع القرار هو اللي خلص. بالنسبه للرسوم، جت الرسوم تسديد تفويضات ماليه ل 65 طالب، واعتقد عندهم صوره منا 65 طالب من جماعه القرار 56 انه يتم تسديد رسومهم، وفي 28 طالب تم رفضهم نظرا لتغير تخصصاتهم الدراسيه حسب الشروط الضم. وبالنسبه لطلبه الطيران ما جاش فيهم اي شيء جديد، يعني ما زال قاعد القرار ما بين وزاره المواصلات ووزاره التعليم العالي، وماليش علاقه بالسفاره. بالنسبه لفلوس طلبه الطيران المشكله في ليبيا، ما هيش من السفاره الليبيه، بس 65 طالب هم اللي جت تفويضاتهم الماليه تسديد رسوم دراسيه فقط، وكل واحد جاياته قيمه معينه، يعني مش تسديد الرسوم بالكامل، في كل واحد قدام الجدول الخانه متاعه رقم معين يتم تسديدها فقط.